5 أنواع من البنات اوعى أبدا تثق في حبهم ليك. أول واحدة هي اللي مش بتسألك أبدا عن تفاصيل يومك، يعني ما بتقولكش مثلا أنت عامل إيه، أخبارك إيه، عملت إيه النهاردة في الشغل، عملت إيه النهاردة مع والدتك مع إخواتك. تفاصيل اليوم عموما ما بتسألكش. طب أنت متضايق ليه؟ طب أنت مثلا يعني حساك اليومين دول كده ما انتش متظبط. تفاصيل يومك الطبيعية اللي احنا اساسا بنسأل بعض عليها بشكل يومي ما بتسألكش عليها خالص. هي غالبا دايما هتلاقيها بتكلمك عن نفسها، او حصل معاها كذا او ما حصلش معاها كذا ونفسها في كذا، لكن انت مش موجود. انت ما انتش على الخريطة تماما. هي مركزة بس على نفسها وعلى تفاصيلها هي، وانت ما بتكلمهاش عن تفاصيلها. لكن هي تسألك عن تفاصيلك، يومك، دنيتك، ناوي على ايه، زعلان ليه. لا 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 لا، مفيش الكلام ده خالص خالص. عشان كده بقولك لا تثق ابدا في حب اي شخص مش بيسألك عن تفاصيل يومك، لان تفاصيل يومك ديت من اهتماماته، من اولويات الشخص اللي بيحبك. اللي بيحبك دايما بيسألك عن تفاصيل يومك، دايما بيخفف عنك، بيحاول يطبطب عليك، مش بيخلع ومش في دماغه. فلو ما بتسألكش عن تفاصيل يومك فاعرف ان هي مش صادقة في حبها ليك، بتتسلى بقى او سميها اي مسمى. النوعية التانية هي اللي بتمارس معاك فنون الكبرياء. خلي بالك بقى من الحتة دي. بتمارس معاك فنون الكبرياء ازاي؟ يعني تفضل انت تتصل بيها طول اليوم ما تردش عليك، وتتعمد انها تتجاهلك، وتتعمد ان هي تشوف رسايلك وما تردش عليها غير بعد فترة طويلة قوي قوي، اصلا لدرجة انك ممكن تكون اصلا انك نسيت انك بعت رسالة، او تلاقي شافتها من بره بس بدماغها كده مش هرد عليه دلوقتي. دايما مناخيرها في السماء وبتتكبر عليك. دايما تلاقيها بتتكلم عن مكانة ابوها واخواتها، اصل اخويا ظابط، اصل ابويا كان لواء، اصل مش عارف ايه. دايما كلامها كده بتتكلم بكبر وبعزة وتحسسك ان هي احسن من غيرها. النوعية ديت عايزة دايما تجريك وراها باي طريقة، لدرجة انك ممكن تحفى علشان تتصل بيها او تتكلم معاها. والنوعية ديت ابدا ابدا عمرها ما كانت صادقه في حبها ليك. اللي بيبقى صادق في حبه ما بيخلكش تقلق عليه بالشكل ده، ما بيخلكش دايما تجري وراه. هو دايما بيأمنك وبيطمنك وبيكون جنبك، ما بيتصنعش يعني ايه، ويمارس فنون الكبرياء. النوعيه الثالثه هي اللي تقولك انا بحبك وافعالها عكس تماما الحب. بمعنى دايما تلاقيها بتسمعك كلام حب كتير وشعر كتير وكلام جميل عن الحب، وتلاقيها دايما بتبعت لك حالات واتساب عن الحب وحتت من افلام هندي ومسلسلات تركي عن الاتنين بيحبوا بعض. تعال بقى بص لافعالها. افعالها مش حب خالص. افعالها لو حصل ما بينك وما بينها موقف مثلا في مشادة كلامية ممكن تشتم وتقل ادبها وتطول لسانها وتعمل حاجات كتيرة قوي. وممكن برضه لو حصل منك اي خطأ عادي كأي بني ادم بيغلط عموما في حياته، ممكن تبيعك وتسيبك وتمشي. الله، طب انت مش كنتي بتقولي انا بحبك وكل يوم بتسمعيني كلام حب؟ لا، هي تسمعك كلام بس، هي أستاذة ودكتورة في الكلام، لكن في الأفعال هي مش موجودة. والحب أفعال، لازم تفهم أنت لازم تبقى فاهم النقطة دي. اللي بيحبك بيموت نفسه عشانك، دايما شغال وبيثبت لك بأفعاله إن هو بيحبك، مش بيسمعك عبارات حلوة وخلاص. ويعني ما أجمل الكلام الحلو والأفعال القليلة للأسف. فدايما اللي بيحبك هتشوف أفعال، أما دي هتلاقي كلام بس. النوعية الرابعة هي اللي دايما بتتكلم معاك وقت فراغها. يعني ايه بتتكلم معاك وقت فراغها؟ يعني هي مش فاضيالك، انت بالنسبة لها مركون على الرف، اما افضله هبقى اكلمه، ما هو موجود اهو، يعني هو هيروح فين؟ انت بالنسبة لها ولا حاجة. وده ابدا ابدا والله عمره ابدا ما كان حب. كل ده مشاعر مزيفة. اللي بيحبك بجد بيحطك من ضمن اولوياته. اللي صادق في حبه بيبقى مهتم بيك جدا، مش بيكلمك وقت فراغه، لا خالص والله. ده ممكن كمان اثناء شغله يعمل بريك كده مستقطع ويكلمك فيه، يطمن عليك، لكن مش بيسيبك وقت ما اكون فاضي ويتحجج لك اصلا انا عندي شغل وما بعرفش ارد على التليفونات والكلام ده. لا لا خالص والله. اللي بيحبك بجد هتلاقيه فعلا عنده اهتمام ان هو يشوفك دايما مرتاح ومطمن. النوعية الخامسة هي اللي بتظهر وبتختفي بمزاجها. يعني ايه بتظهر وتختفي بمزاجها؟ يعني إيه، فجأة كده في يوم من الأيام تبص الصبح تلاقيها عملت لك بلوك على السوشيال ميديا كلها وقفلت تليفوناتها واختفت تماما، وما تبقاش انت عارف توصل لها، وتسأل عليها ما هيش موجودة، ومبلغة زمايلها ان ما حدش يقول لك حاجة عنها. وبعد كده تظهر، وبعد ما تظهر
تقول لك انا اسفه اصل حصل عندي ظروف وحصل وحصل وحصل، وكلام لا يصدق. والنوعيه ديت مريضه نفسيا محتاجه تتعالج، لان مفيش حد بيحب حد يختفي فجاه كده من حياته ويبقى فص ملح وداب ويختفي. ده مش حب، ده لعب عيال. العلاقات ابدا عمرها ما بتقوم بالشكل ده، اللي يظهر فجاه ويختفي فجاه ويمشي فجاه ويجي وقت ما هو عايز ويرحل وقت ما هو عايز. دي مش علاقات، وده مش صدق ابدا في المشاعر. ده كله لعب عيال صغيره. ما تحطش نفسك في موضع زي ده، ما تحطش نفسك في موضع انت تبقى حاسس انك مشتت فيه والعلاقة انت ما انتش فاهمها. فلو ظهرت يا صديق هذه الانواع من البنات قدامك وبدأت تلاحظ الحاجات دي انت بتشوفها باستمرار، فاعرف ان ده مش حب صادق، ده كلام فاضي ولعب عيال، لازم تاخد بالك منه.